السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده كشري المحلات باسهل طريقه. مش بس كده، مش هيكون متعب للمعده نهائي لان الصلصات مش هعملها متسبكه. تعالوا نشوف هعمله ازاي. بجد الطريقه خطيره جدا والطعم مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الطريقه. اول حاجه هنبدا بيها هي الحمص، وهيكون من بالليل. هنقيه وبعد كده هنقعه من بالليل للصبح. هغسله كويس جدا وهحطه في حله علشان يتسلق، وبعد كده هحط عليه الميه وهحطه على النار. ولما يغلي هيطلع كده ريم ابيض فوق الوش. هحاول بقى اشيله لغايه ما الميه تبقى نظيفه. وبعد كده الميه بتاعته بعد ما تبقى زي الفل كده احط له بقى نص معلقه من الشطه، ونص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، وكمان معلقه من الملح. لازم نطعم الحمص علشان واحنا بنحط على الكشري برضو يبقى له طعم. هنا بقى معايا كميه من البصل وليكن حوالي كيلو. هقشر بقى كل الكميه دي، بس وانا بقشره اخلي الجزء اللي فوق اللي احنا شايفينه ده علشان وانا ببشره ما يفكش الحلقات البصل، ما تفكش من بعضها. هجيب بقى المبشره الخاصه اللي هي بتاعه الشيبسي، وهتكون اسهل معايا كتير ان انا ابشرها اكتر من اني اقطعها بالسكينه. بعد ما بشرت الكميه كلها هحط معلقتين من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا، وكمان هحط معلقه من الملح، معلقه مليانه من الملح. بس هقلبه كويس جدا. وانا بقلبه هفركه كده بايدي علشان الحلقات تفك من بعض، بحيث ان هو يطلع في الاخر شبه الورد. علشان كده بيسموا البصل بتاع الكشري بيسموه الورد، لان لما بتحمريه بيدي شكل الورد. انا بقى هجيب ووك وهحط حوالي نص ازازه زيت، يعني نص لتر تقريبا. والزيت ده مش هيترمى، ده اللي هعمل بيه كل مكونات الكشري. واللي يفيد منه كمان هتقدري تعينيه وتستخدميه في حاجات تانية. تقدري تعملي بيه رز او تصفيه وتقلي بيه حاجة تانية، بيكون طعمه جميل جدا لانه بيكون مطرح البصل. هقلب في البصل لغاية ما يوصل للون الذهبي اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده هحطه في مصفى. شايفين بقى بقى شبه الورد ازاي؟ عشان كده محلات الكشري بيسموه الورد. هخليه اللون الذهبي الفاتح اللي احنا شايفينه ده، مش هنخليه لما يوصل اللون البني عشان بيبقى طعمه محروق، بيبقى طعمه مش حلو في الاكل. هنا بقى هعمل المكرونه. جبت حله وسبت الميه تغلي، حطيت فيها معلقه من الملح، وحطيت المكرونه اللي هي الخواتم اللي فيها تانية كده شويه، هوريها لكم دلوقتي لان الجزء ده ما تصورش. وحطيت كمان كيس مكرونه سباكيتي، يعني حاطه كيس مكرونه سباكيتي وكيس مكرونه من اللي هي الخواتم اللي بقول لكم عليها اللي هي دي. شايفين شكلها؟ تقدري كمان لو ما عندكيش المكرونه دي تقدري تجيبي فيه نوع تاني خواتم صغيره كده. خلاص بقى هسلق المكرونه، بس هسلقها نص سلقه بس، مش هخليها سوا كامل لانها بتبقى معجنه ومش حلوه في الكشري. هنا بقى عشان نعمل الرز بالعدس بجبه او العدس الاسود، نقعته حوالي ساعه، او ما عندكيش وقت مش لازم تنقعيه. انا بصراحه نقعته حوالي 10 دقايق بس مش اكتر. من زيت البصل حطيت حوالي كبشه كده في الحله اللي هعمل فيها الرز والعدس. سبت الزيت يسخن شويه لان هو اوريدي خلاص الزيت غلى كتير، وحطيت عليه العدس بعد ما غسلته كذا مره وصفيته. بعد كده هحط عليه شويه ملح، نص معلقه. انا لسه حاليا مش هظبط الملح غير في الاخر. حطيت نص معلقه او معلقه صغيره من الملح. حطيت كمون، كمان شويه شطه. مش حابه الشطه بلاش، لان كده كده احنا بنبقى عاملين شطه للكشري. حطي كمان شويه بابريكا. لو عندك كمان مكعب مرق دجاج تقدري تحطيه. انا هنا حطيت مرق الدجاج البودر. هقلبه بقى، هشوحه شويه كده كاني بديله تحميصه زي الرز. بعد كده بقى هنزل عليه بميه بتغلي من الكتل. هحط مش هحط المقدار اللي يسوي لي الرز، انا هحط بس شويه كده بحيث ان العدس يستوى معايا. هنا بقى المكرونه سبتها شويه هدت. انا صفيتها وسبتها شويه هدت، وبعد كده كشفتها وحطيت عليها كبشه من الزيت اللي هو بتاع البصل. بيطعم المكرونه، بيخلي طعمها تحفه جدا. هقلبها بقى، هتلاقيها فرفطت كده وبقت جميله جدا زي ما احنا شايفين. بصوا، مش علشان نعمل بقى الرز والعدس الاسود او العدس اللي بجبه. هجيب درق الخلاط، هحط فيه 3 من الطماطم، هشيل العنقود اللي بيبقى موجود فوق وهقطعها 4 وهحطهم في الخلاط. هحط عليهم كوبايه ميه، هغطيهم وهضربهم في الخلاط، وهنزل بيهم على العدس بجبه اللي حطينا له شويه ميه علشان يستوى شويه. ده بيخلي طعم الرز والعدس طعمه تحفه قوي. هحط بقى، هظبط الملح، وحطيت كمان معلقه صغيره من البابريكا ودي بودره المرقه الدجاج اللي هجيب بقى طاسه وهحط فيها برضو شويه زيت من بتاعه البصل، وهحمر فيها حوالي كوبايه من الشعريه.
انا هنا عندي العدس بجبة، ده كوبايتين، اللي هو الكيس اللي هو بيكون الضحى، ده مقداره بيكون كوبايتين، كوبايتين اللي هو المج العادي. وبعدين نزلت بالشعرية بعد ما اتحمرت على العدس كده. طبعا انا مش محتاجة الشعرية تستوى، هزود بقى المية لان هي هتستوى مع الرز. هحط بقى ميتي اللي هتسوي لي الرز، وهكمل مية وهنزل بالرز بعد ما غسلته. دول كوبايتين رز، يبقى انا حطيت كوبايتين عدس بجبة مع كوبايتين رز وكوباية شعرية. تقدري تنصفي الكمية، يعني من كل حاجة تنصفيها، بدل كوبايتين رز حطي كوباية، كوبايتين عدس حطي كوباية، كوباية الشعرية خليها نص كوباية. اظبطي بقى ملحك، لو حابة اي نوع بهارات زيادة حطيه، وهسيبه بقى، هغطيه وهسيبه يستوى. تعالوا بقى نعمل الصلصة. هنا بقى معايا شوية من الطماطم كده، حوالي كيلو او كيلو الا ربع، ومعايا هنا 2 من البصل الكبير او 3 صغيرين تقطعيهم. هحطهم في الخلاط كده زي ما هما، وهحط البهارات بتاعتي بقى، ملح وكمون وكزبرة، وهحط كمان توم، ما ننساش التوم. وعلشان اطعمها كمان حطيت فيها شوية بهارات من البهارات الطواجن او ال7 بهارات. حطيت بقى بابريكا وفلفل اسود، هنقول البهارات تاني: فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا وبهارات ال7 والملح. هنا بقى هحط شوية زيت من بتاع البصل في حلة على النار، هسيبهم يسخنوا شوية، وبعد كده هنزل بالخليط اللي عملته ده. يبقى انا هنا ما عملتش الصلصة متسبكة، بتكون طعمها حلو جدا، ما بتتعبش المعدة علشان ما سبكناهاش. ودي الطماطم المتفرزة اللي عملناها مع بعض قبل كده. هنا بقى جبت حلة صغيرة عشان هعمل الشطة، حطيت فيها شوية زيت من بتاع البصل. هحط كمية الشطة اللي تحبيها من غير اي مقدار خالص. هحمصها شوية في الزيت، وبعد ما حمصتها هاخد بقى من الصلصة اللي عملتها شوية صلصة من اللي عملتها وهحط عليها. يبقى دي الشطة، عليها ملح علشان تتطعم، هحط عليها شوية ملح وفلفل اسود وكمون، بس كده. وهزودها كمان شوية مية، وبقت بالشكل ده. ودي المية الصلصة بقى هسيبها تتسبك وتتقل. هظبط الملح بتاعها، وحطيت عليها معلقة صغيرة من السكر. هسيبها بقى تتسبك وهنزلها، والشطة كمان هسيبها تاخد غلوتين وهنزلها من على النار. تعالوا بقى نعمل الدقة. معايا 2 من الفلفل السبايسي، ومعايا كمان 2 من الفلفل الرومي الصغير، وشوية توم كده وهحطهم. وبعد كده هحط عليهم كمان حوالي كوباية من المية، كمان فنجان صغير من الخل، الملح، وهحط كمان نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، وهغطيهم وهضربهم في الخلاط. تعالوا بقى نفضي الدقة والشطة في الأزايز بتاعتها. والدقة دي كمان تقدري تضيفي عليها عصير ليمونة أو ليمونتين. وكده الشطة والدقة جاهزين معايا. تعالوا بقى نغرف الكشري. دلوقتي بقى هبدأ بالرز. هجيب صينية وهحط فيها أول حاجة الرز، المكرونة، وهحط الحمص، وبعدين هحط البصل بالطريقة دي. هنشكل بقى كمان كده ونحط الصلصة بالطريقة دي كده، نديها ألوان، ونحط شوية حمص كده في النص. وبعد كده هنحط الشطة. يبقى حطينا الدقة والشطة والصلصة، وهتخلي كمان جنبها الأزايز الدقة والشطة، وهتخلي كمان بولة من الصلصة مع الكشري. الفيديو بتاعنا النهارده خلص. ما تنسوش تحطوا لايك كتير، ولو اول مره تشوفوا قناتي ادخلوا اعملوا اشتراك او سبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد.